السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد، بنتكلم معاكم وبنجيب لكم جميع أنواع الزراعات المختلفة في جمهورية مصر العربية. وده الأرض ديت الله يحميها لصاحبها ويبارك له فيها يا رب. ده جزر. طبعا أنا جبت لكم فيديو عن البسلة، وطبعا البسلة عايزة جزر عشان ناكل جزر وبسلة. ادي الجزر. طبعا الزراعة بنزرع بنبذر. الحاج الطبلاوي هو معايا بس هو مش عايز يظهر. ادي 17 قيراط يا حاج طبلاوي. خدت قد ايه تقاوي جزر؟ خدت 3 علب وخدت لها. ده عمر الجزر دهوت 4 شهور 120 يوم. وخدت برضه طبعا هو بيكون كان مسبخ الارض ومسويها ومحارتها ومخلاها مصاطب زي ما انتم شايفين كده عشان تبان لحضراتكم اهوت. دي المصطبه حته خفيفه شويه اهيت بوريها لكم. وبعدين بذر الجزر زي ما انتم شايفين 4 علب 3 علب، وحط لها كيماوي 3 شكاير سماد اليوريا اهو. الشرارة تتقلع معايا، انا بوريكم بس عشان تشوفوا. هو الوقت الجزر طايب للتقليح اهو. اهو ادي الجزر اهو. اهو ده اسمه جزر بلدي. جزر شوية جزر مسكرين سكر سكر نبات. بسم الله ما شاء الله. وزي ما انتم شايفين حضراتكم بنجيب لكم الزراعات المختلفة ونوريكم جميع انواع الزراعات في جمهورية مصر العربية. وزي ما انتم شايفين كل واحد بيجري على لقمة عيشه، وكل واحد الله يعينه على شغله وتعبه وعرقه، وكله بيجري في الدنيا، محدش قاعد، وكله بيناحي في الدنيا عشان يعرف يعيش. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة الأيام المفترجة اللي احنا فيها ديت. احنا طبعا خلاص على أبواب شهر رمضان اهو الكريم، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. نرجع تاني لموضوعنا. الراجل ده حرث الأرض وزحفها وعملها مصاطب زي ما انتم شايفين كده، وجاب لها 3 علب ل17 قيراط أرض. القيراط عندنا 168 في الأرض الزراعية، وفي السكن 175 متر. كل أرض زراعية لها منافع، فدولت 17 قيراط أرض زراعية. جاب لهم 3 علب وبذرهم ورواهم. تقريبا الجزر ده خد 3 ميات أو 4 ميات مية. وطبعا تسميد عطاها 3 شكاير من سماد اليوريا.
زي ما انتم شايفين حضراتكم الاجواء الريفيه بتاعتنا هي اللي بنتكلم عليه، والصوره بألف كلمه زي ما بنقول دايما. وادي القرى المجاورة لنا اهيت. بفتح برضه الكاميرا كده عشان تشوفوا كل واحد بيجري ويشتغل في أرضه. ومهنة الفلاحة دي يا جماعة مهنة فيها تعب كتير، وجميع المهن والله فيها تعب، بس هنعمل ايه؟ هي دي الدنيا وهي دي الحياة. كل واحد بيجري على لقمة عيشه، وربنا يرزق الناس كلها يا رب العالمين وبارك لهم في رزقهم. وادي بعد كده بعد ما احنا طبعا الجزء سماد اليوريا بتحط بعد ما الجزر ما يبقى عمره مثلا 30 يوم او 40 يوم، نبدأ نحط له نسمده. طبعا دي ارض بتتروى ري غمر، بنبدره بضير. 3 شكاير دولت بدرهم شكارة ونص في شكارة ونص على 4 ميات مية. يعني احنا اول ريتين، رية المحياه ما بنحطش، تاني رية ما بنحطش، التالتة والرابعة هم دول اللي فيهم سماد اليوري. طبعا عندك امكانية تحط 4 شكاير، حط، الارض عايزة والزرع محتاج، بس طبعا ده عشان الراجل ده يعني له ظروف، فهو بيحط على قد امكانياته، وكل واحد بيحط على امكانياته على قد امكانياته. والفلاحة زي ما بنقول امكانيات. فطبعا حطينا احنا بدرنا بضير طبعا شكرتين اللورية على ما تفرقش بقى قدام المية ورا المية، عادي يعني عادي تحط قدام المية ورا المية، بس الافضل ورا المية بعد الري. ليه بعد الري؟ عشان المية ما تحركش الاسمدة من مكانها، وبعدين بتخف برضو الاسمدة، لان طبعا سماد اليوريا ديت عبارة عن يعني ما يتحركش من مكانه، يعني بتفضل مكانها المية ما تحركش اي اسمدة من مكانها وما تخفهاش برضو، لان ده طبعا سماد الامونيا وغازات وحاجات من ديت تركيبات. فكل ما يكون الارض ناشفة بعد الري افضل طبعا. ودي طبعا زي ما بنقول لحضراتكم وبنوريكم شوية جزر هم بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ختامهم يا رب، بس لصاحبهم ويبارك له فيهم. وهنوري برضو لحضراتكم اهوت الناس كلها يا جماعة هنا بنعاون بعض، والناس كلها فيها طيبة وفيها إخلاص لبعض وبنحب الخير لبعض. احنا اتنشأنا على كده، اتنشأنا على كده. الراجل مش مقصر معانا، قال لي يا حاج تعالى صور، بس طبعا هو ما بيحبش يظهر في يعني مش عايز يظهر، واحنا طبعا بنحترم رأيه. وادي شوية الجزر هم يبانوا لكم في الصورة ان الجزر شكله كده صغير، بس بسم الله ما شاء الله اهوت شوية جزر. هو ده اصلا هو ده اللي مطلوب في السوق، شوية جزر لوز هم دول اللي مطلوبين في السوق. اهو جزر حلو وسرح وحلو اهوت. وايه بقى؟ سكر شوية جزر سكر زي ما انتوا شايفين. وطبعا انا مستني منكم دعمكم ليا
طبعا زي ما بنقول عشان نكبر مع بعض. وطبعا مستني منكم اللايكات والشير والحاجات الجميلة ديت. شوفوا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اتعب في الارض هتلاقي، اجتهد هتلاقي. ربنا ما بيضيعش تعب حد يا جماعة، وربنا ما يضيعش تعب حد يا رب. اهو زي ما انتم شايفين. وادي انا بس بستأذن من الحاج صاحب الارض ياخدني صورة كده في الارض الطيبة ديت. انا فاتح له بتاعه الموبايل اهو، بس هو هيمسك بس الموبايل كده كده يا حاج. خلي كده صابعك بعيد عن زي ما انا ماسك كده. ايوه اهو. وطبعا انا مستني منكم كتير. وطبعا دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دمتم في امان الله، مع السلامه.